السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحالكم طفيلات المعاليكم، اموركم بخير. نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، ولكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى انه ينال اعجابكم. لنبداو بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الطفيلات بديتكم من بكري. مشيت منتي المدرسة، يعني ديتها القراية. انا منتي تتقرا لي انا في المستوى الاول. يعني ما هم دايرين وقفات ودي الشيء، يعني مستمرة قراية عندهم، يعني ما قط نهار قعدت فيه ولا شي. بديت سود الشي ورجعت للدار لين عدل همي، قلت انا حاني قاعد ندوز شطابة على هاد الدروج لان الصراحة يا مسكات واحد العجاجة الطفيلات، واحد العجاجة شنو نقول لكم، ما شاء الله. وهذا توف الله يرحمنا برحمته، يعني طلبوا مولانا السحاب، يعني يعطينا منها من قد نفع ما يضر. كشي تطلبوا من مولي من عند مولانا. قلت نحن ندوش شطابة باش ندخل نعدل همي، يعني بالشهر، يعني من تولي وحدك ولا شي في كوزينة اختي تعدلي همك تباكر بالعجلة. انا بعد من داك النوع اللي نبغي نقعد وحدي في كوزينة ما معايا حد. وهذا تشوف. يعني تربح الوقت، ما حد متيت نديها بكري، لان السيمانه كامله تقرا هي بكري، يعني عماله تقرا عشيتي حولوا لها التوقيت بكري، يعني نص الاسبوع كامل تقرا هي بكري. وهذا توف الطفيلات، نتمنى عن هذا الروتين اللي تحفيز ينال اعجابكم. ونشكر قبالة الطفيلات اللي حطوا لي تعليقات قبالة في الفيديو الفات، يعني نتمنى عليكم تجربوا هذيك الوصفه، راهي زوينه. واحده قالت لي هذيك الوصفه واش جربتيها ولا شي. شنو نقول لكم، هذاك الزريق انا معروف عندي اي نوع الزريق تنعدلو تبارك الله. نقد نعدلها زنجلال ونيدوش ونقوفي ونزرق ونشرب. يا غير هاد المره بغيت نشترك معكم بودر اوكيبي، لانه بصراحه علم نتائج زوينه. وصراحه صديقتي قلت لكم عنها معدله لحسه، معدلتها. قلت لها عدلي الزريق مولي معاها، يعني عدلي لحسه راهي طفيت، ما معدله فيها لا فاني لا فاتح شيء لا والو ابدا. معدله هذوك المكونات اللي انا نذكرهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. دايره مكونات بسيطه، يا غير ما شاء الله ما شاء الله. لحسه زوينه وسهله، ويا غير نتيجتها روعه. قلت لها عدلي الزريق، عدلي مولي الزريق تم يشربيه في الليل باش صحتك من تحت تزيد. وصافي جابت المكونات دشي، قلت لها نصور نعطي الطفيلات. وهذا توف يعني جارتي وصديقتي، يعني بحال اختي ودشي. وهي مولي صديقه قديمه، ما هيش حاجه جديده ولا شي حاجه. اي شي حاجه بغات ديرها ولا شي تقولها لي، وانا مولي تنصحها في ياسر مسائل. وهذا توف الطفيلات. الفيديو جاي ان شاء الله لا نذكر لكم اللحسه اللي عدلت واللي عطاتها نتيجه ما شاء الله. راهي لاحظت، حست راسها عنها تبارك الله زادت في الوزن، لان مشات عبرت راسها وزادت عنها، زادت في الكيلو، يعني زادت عنها، زادت في الوزن. وعجبتها الصراحه، قالت مني لي توفى لي تعلم مولي لان عندها مناسبه ودشي وضروري خاصها بغات تتبلح. داك علاه عدلت المكونات ولا بغات تعدلها ولا شي نوبه ثانيه ان شاء الله نقد نحطها لكم في القناه، نحطها لكم الطريقه ديالها. وهذا توف الطفيلات بعد ما سيت من الدروج، يعني مازال عندي الوقت ما شاء الله، مازال يلا تسعى لين نعجن الطفيلات بالعجله. راك تشوفوا معايا تستغربوا، وحده تتعجن لبيد وحده، انا راه هكاك نعجن لبيد وحده سبحان الله. ولفت هاد البانيوات صغيرين، يعني هاد البانيو نجم ما شاء الله تتخرجوا لي 3 خبيزات صغيرات، 4 صغيرات. بغيت ندير جوجات مولي ندير جوجات، يعني على حساب قياس الدقيق اللي عاجنه. ولين عجن نخليها تستراح بين من نقلي الكاميله. اليوم لين عدل شويه من مريقه خاثره بفريت نقليها. وصافي لين نحتاجو شويه من الحيمات لين نقليهم مولي، يعني داكشي اللي بغات. بنتي قالت لي والو حمري لي شويه دجاج، قلت لها منيتيك. وكانت نص الدجاجه مي مقطع ولا شي، حمرتها غير انا كان عندي داكشي مقطع درته في الثلاجه. يعني الطفلات هذا هو الروتين، يعني صباحي، يعني داكشي اللي تنعدلو اليوم تنعدلو غدا نفس الشيء، غير حنا نختاروا نشتركوا معكم نهارنا بالبساطه ديالو. كيما هو فقط. الطفلات اللي طلبوا لي ماسك على حساب ديال الوجه، اللي بغاو ماسك مبيض مبيض مبيض، انا نذكر لكم واحد الماسك زوين طفيلات. هو ماسك في نفس الوقت الدهين، يعني دهني به وجهك ليلي
وصراحه زوين ما شاء الله، يعني زوين. دابا تتبعوه وديروا بشرتكم اللي عندها مناسبه ولا شي في العطيله وداك الشيء بغات تبع شي ماسك لبشرتها وداك الشيء اللي تعدلو زوين وتيلي البشره. يعني الا درتي يعني ما تخافي عنه ينشف لك بشرتك ولا شي حاجه، ما شاء الله تقعد بشرتك مزيته. يعني اصحاب البشره جافه اللي تقبضي يضوف الطافلات اللي تستعمل ضوف، واللي ما تستعمل ضوف تتعدل غير صابونه اللي تستعمل بشرتها اللي تبشري منها شويه، يعني تحكها شوي ولا ديريها في تكبي لها ماء الورد، ماء الورد تخلوها تنقع. واللي تتحسس من ماء الورد اللي دير ماء معدني، ديري شويه طافيات ما تكثروا، لا داك اللي يذوب لك الصابونيه ما بغيناش تعود ملي ميه تعود خاثره، يعني بحال كريمي على شكل كريمي، يعني ما تعودش لين تعود شويه قاصحه شاده لان مازال نزيدو المكونات. من بعد الطافلات ملي تذوب ديك الصابونيه تتخلطي معها اي كريم اللي تتعدلي بشرتك، مثلا كريم ديال نيفيا تستعملي بشرتك ديري منه ملعقه، لا ديروا منه بعض قطرات من الجليسيرين الطافلات، زيت جليسيرين اللي ما عندها دير ماء عفوا زيت الورد، زيت الورد راه زوين تبيض البشره زوين زوين في الماسكات. من بعد الطافلات اللي تجيبوا اوكسي ديال الوجه، راه خاص بالوجه، ما تقول حتى شي واحد راهو ديال تيكاباج راه يضر بشرتنا ولا شي، هو راه خاص بالوجه، هو نوع من التيكاباج غير خاص بالوجه، ما هو ديال الجسم ولا شي. لي تخلطوا هاد المكونات كامله، ملي تخلطي كامل الطفل تديروا في شي بواطه، بتخلطي معاها كينطه خلطيها، بتخليها هكاك خليها، يعني لكم اختيار. تفهم الطفلات صابون ضوف مع ماء الورد او ماء معدني، ملي تذوب تتخلطي معاها نيفيا واوكسي طافلات، وكما قلت لكم كاين طف التالي خلطوها وحركوا مزيان وديروا في شي بواطه وديروا في الثلاجه، ديروا في الثلاجه تعود ملي مكنه ما تعود مفتوحه ولا شي. من الليل تمي عديه ماسك كوجهك يعني، وغريسيلين فكندي راني نسايه الطفيلات، لان هاد الماسك كتبتو انا عندي في مذكره غريسيلين ضروري زيت غريسيلين او زيت الورد، يعني لكم اختيار نعطيكم على هادو النوعين. من تخلطوا المكونات كامل تديروه لبشرتكم تتعود نظيفه طافي، تغسلوا وجهكم مزيان ولا تتعدلي شي كوماج خفيف لبشرتك تغسلي مزيان وديري داك الماسك وتخليه، يعني خليه انت قاعد ديري من المغرب وخليه واحد الوقت اللي شي يقول لكم ساعه كاع، لا طولت ساعه خليه في بشرتك الين تسالي همك بحال كوزين تعدي عشاك وداكشي، غسلي وجهك ورطبيه داك الترطيب اللي عندك انت اللي تتعدليه لبشرتك. هذا ماسك الطافلات زوين 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 اللي بغات تبيض بشرتها واحد المده اللي شي نقول لكم ما شاء الله قصيره. وهذا تو في الطافلات خصت لا اشترك معكم هذا الماسك اللي بغاو الطافلات قالوا بغاو ماسك عجلان عجلان، يعني اللي بغات ماسك عجلان كيفي انا درك ولات عندي مناسبه ولات عندي شي حاجه ولا شي نعد لك الماسك ما شاء الله في مده اسبوعيه، غير داوموا عليه يوميا يوميا، والغسيل يبغي الغسيل نقاوه لوجهك، لا عاد نقي راه اي شي حاجه ديريها لوجهك. والتبريمات الطافلات عندو التبريمات مولي لوجهكم يديكم كلشي، التبريمات ديال البشره مولي الطافلات راهم زوين يسقلوا ما شاء الله، يعني ما شاء الله الا تبعتي حتى التبريمات يسقلوا، راني حاطه لكم التبريمات في القناه ديال الوجه اللي بغات شي حاجه مبيضه، غير هاد الماسك الطافلات ديال هذه صابونيه او ماسك وملي مرطب ما شاء الله يسكر من شي حاجه، نتمنى انكم تجربوه ساهل ساهل. وهذا تو اخترت تشترك معكم هاد الوصفه اللي طلبوها لي قبل الطفلات، ما هي وحده ما هي ثنتين، يعني راني الطفلات اللي بغاو اي شي حاجه يدخلوا عندي انستغرام، تنحط الانستغرام ستوريات وداك الشيء، يعني تنحط ياسر المسائل اللي بغات شي حاجه تدخل انستغرام، اللي بغات شي سؤال ولا شي علاش لا. وتبنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. وهون طفلات راني بعد ما ساليت من الخبز وداكشي لان نقطع بطاطا طفلات سبحان الله. هاد البطاطا تشريها وداكشي تقولي انا بطاطا صالحه غير ملي تفتحيها تجبريها سبحان الله ضروري ديك الكحوليه وسطها وشنو تجبريها كاع ماي كاع صالحه كامل خاويه من داخل، يعني تضطري انك تلوحي البطاطا كامله. هون راني قليت الدجاج رغم اني سبكته هو الاول ما نعرف داك النهار كنت بالي سارح درت الدجاج هو الاول، كان عليه نقلي بطاطا هي الاولى باش ما شدت لي داك حموري ديال الدجاج وداكشي. من بعد قليت الفريت كما قلت لكم الطفيلات وحطيت الغدايه اللهم ديما نعمه واحفظها من الزوال. خصني نشترك معكم هذا الروتين بلا زواق بلا نفاق، يعني نفس الشيء يعني على البساطه ديالو هو هذا الطفيلات.
نتمنى على الفيديو ينال اعجابكم. يا غير ما تنسوني واحد اللايكات فضلا وليس امرا، وحطوا لي تعليقات، كثروا لي من تعليقات الطفيلات، وبارطاجوا قناتي مع احبابكم مع اصدقائكم. وهذا توف الطفيلات كما العاده دائما لا نقول لكم مهباس في رعايه الله الى فيديو جاي ان شاء الله.